يا مساء الورد والفل والياسمين على احلى واجمل متابعين. تعالوا بقى النهارده نعمل مع بعض كده البطاطا بالبشاميل. عايزه اقول لكم بجد تحفه، خرافه. يعني بجد بجد انا اول مره اعملها وعجبتني جدا. شفتها كده عند شيف سارة سمير وقلت اجربها كده واشوفها. انا كنت دايما على طول يعني بشويها كده في الفرن وخلاص، فقلت اجرب الوصفه كده واشوفها وادوقها. بجد يا جماعه طلعت تحفه تحفه تحفه. وكمان بقى لما تحطها في التلاجة وتاكلوها وهي ساقعه، هي فعلا مش هتستطعموها ولا هتحبوها الا لما تكون متلجه. يعني ما كنت تكون في التلاجة من تحت، لكن هتاكلوها وهي سخنه مش هتتقبلوا الطعم الا لما تكون بارده خالص. تعالوا بقى الاول نشوف بقى هنعمل الحاجات الجميله دي ازاي. اول حاجه نسمي بالله ونصلي على الرسول عليه افضل الصلاه والسلام. وزي ما انتم شايفين كده انا جبت حوالي كيلو وربع، كيلو ونص من البطاطا. قشرتهم بقى كده الاول وبعد كده غسلتهم غسله حلوه وهقطعهم بقى زي ما انتم شايفين. طبعا اللي بيشوفني لاول مره يا ريت تشتركوا في القناه وتفعلوا جرس التنبيه عشان يوصلكوا كل وصفاتي. ما تبخلش عليا بلايكاتكم ولا بكومنتاتكم الحلوه. طبعا دلوقتي كده هخرطها كلها بالشكل ده وهرجع لكم تاني. انا بس اوريكم هي بتتقطع ازاي. يعني بنقطعها كده قطع، يعني لا كبيره أوي ولا قطع صغيره. بعد كده بقى بنجيبها وبنحط عليها ميه وبنحط عليها معلقتين من السكر. طبعا البطاطا بتاعتنا يعني مش مسكره قوي، فبنحط لها ايه معلقتين كده من السكر. وبعد بقى ما طبعا المقطع ده المفروض ده الاول ودوكن بعد منه. بس يعني انا اتلخبطت وانا بعمله لكم. اهوت انا جبت بقى بعد ما قطعتها حطيت عليها الميه، وبعد كده نزلت بثلاث معالق من السكر وهاخدها بقى على النار اللي هو المقطع اللي عدى ده. عايزينها بقى تستوي جامد، يعني سوا كده لما تتهري معانا. اهو بالشكل ده كده. طبعا انا هوريكم بقى هي استوت ازاي اهي، بقت مهريه خالص. يعني تقدري بالشوكه كده تقدري تهرسيها. شايفين بقى عايزينها تستوي خالص بالشكل ده. طبعا هاخدها بقى ونصفيها ونسيبها بقى ايه لما تهدى كده، وهنحط عليها معلقه كبيره من الزبده وهنهرسها بقى معاها. هنحط كمان كيس من الفانيليا وهنبقى هنهرس بقى الكلام ده كله. هنهرس البطاطا مع الزبده مع الفانيليا وهنرسم مع بعضهم كده لحد ما ننعمها. وهنزل عليها كمان بكوبايه من الحليب. طبعا كيس فانيليا اهوت. اللي وصل لحد كده ما يبخلش عليا باللايك، حطوا له لايك يا جماعه واشتركوا لي في القناه لو انت اول مره بتتابعوني. هنزل بقى عليها كمان بكوبايه حليب وبعد كده هرس بقى الكلام ده كله مع بعض لحد ما انعمها. وهنشوف بقى هنعمل الخطوه التانية ازاي. طبعا انا النهارده هعملها بقى بالكاستر، زي ما الشيف ساره سمير عملتها. فانا قلت بقى ايه اعملها بالكاستر كده واجربها لكم. طبعا تنفع تعملوها بالبشاميل اللي هو بالدقيق. يعني زي ما كأنك بتعملي البشاميل بتاع المكرونه تعمليها، بس يبقى مسكر بدل ما يبقى حادق يبقى مسكر. طبعا جبنا بقى صينيه بايركس وهرسنا بقى البطاطا بتاعتنا. ودهنا طبعا بقى الصينيه بتاعتنا دهناها كده بالزبده، وبعدين فرغت فيها البطاطا زي ما انتم شايفين اهو بالشكل ده. يعني طريقه سهله خالص بسيطه لو انت مبتدئه هتعمليها. بس عايزه اقول لكم بقى طعمها بجد تحفه تحفه. انا كنت يعني يعني كنت مستغربه اقول ايه بطاطا بالبشاميل تتاكل ازاي دي، ولا يبقى لها ولا يبقى طعمها ازاي. فبجد بجد جربتها عجبتني جدا جدا، وخصوصا بقى وهي متلجه. طبعا هنجيب بقى كيلو من الحليب وهننزل عليه بقى باربع معالق من الكاستر. وطبعا هننزل بقى برضو بنص كوبايه من السكر. وهنقلب برضو الكلام ده كله على البارد وهناخده على النار. هننزل معاه بقى كيس من الفانيليا برضو. طبعا الكاستر بيبقى فيه فانيليا، بس احنا هنحط كمان واحده فانيليا كده علشان تخلي الطعم وريحه حلو. هقلب بقى كله مع بعضه كده. واول بقى ما الكاستر بتاعنا يتقل هننزل بقى على الصينيه على طول. دعموني بقى وقفوا جنب مني، وعايزاكم كده تحطوا لي لايك. اللي بخلان عليه باللايك يحطوا لي لايك واشتركوا لي في القناه يا جماعه. طبعا بقى عندك اي مكسرات موجوده حطيها. انا كان عندي زبيب وجوز الهند. طبعا لو عندك بقى زبيب جوز الهند عندك سوداني اللي انت عايزاه تقدري تعمليها كمان ساده من غير اي حاجه. هرش بقى كده شويه من جوز الهند مع شويه من الزبيب. وزي ما قلت لكم كده اول ما الكاستر بتاعنا يتقل هنبدا. طبعا ما يتسيبوش لما يبرد، لا اول ما يعني يتقل على النار كده هناخده ونصبه على طول. علشان طبعا لو سيبناه في الكسرونه اللي احنا عاملاها فيها او في الصينيه او في الحله هتبص تلاقيه جمد على طول. فاحنا ايه هنصبه على طول على على البطاطا.
طبعا هحط اهو، احط بقى ظرف الفانيليا، واحط كمان كيس من كريم شانتيه يعلي التيست كده، بيخليه طعمه حلو. ولو عندك بقى كمان حته قشطه بيبقى جميله جدا جدا. مفيش بقى احط حته زبده. انا كده بحط معلقه زبده هي. في الوقت ده بقى هنزل بالكريم شانتيه، وهنزل بالفانيليا وبالزبدة، وهقلب بقى لحد ما يتقل معايا. وبعد كده هاخده اصبه في الصينية بتاعتنا زي ما قلت لكم كده. طريقتها سهلة جدا وبسيطة. وان شاء الله هعمل لكم فيديو تاني برضو عن البطاطا، بس ده اختراع مني انا بقى. جميل جدا جدا جدا. مش هتلاقوه في اي قناة من القنوات، ده اختراع مني. لو لقيت الفيديو ده ضرب وجاب كده مشاهدات حلوة، هنزلكم ان شاء الله الفيديو التاني. طبعا بقى هو خلاص قرب بقى يتقل، وهيبقى هنصب على طول بقى على الصينيه. طبعا احط معلقه الزبده، واول بقى ما الزبده تسيح كده وزي ما قلت لكم يتقل معايا، هقوم رايحه بقى اصبها على الصينيه على طول. وهناخدها بقى ندخلها الفرن، تاخد بقى وش تحمير جميل كده. طبعا هو خلاص تقل اهوت. هصبه بقى على طول وهو سخن كده زي ما هو، وهنفرده بقى بالراحه كده في الصينيه، ونسويه كده. نسوي الحتت اللي هي بقى ايه يعني، بيبقى في جنب عالي وجنب واطي، هنظبطها كده. وهناخدها بقى نشغل الشوايه من فوق، وهنشغل من تحت. هنسيبها بالظبط كده حوالي 5 دقايق او 10 دقايق، مقدار ما الوش بتاعها يحمر وتلاقيه خد وش حلو كده. تبقى هي كده خلاص جميلة. ولازم بس ايه يعني ندخلها في الفرن كده عشان تاخد وش تحمير، والقعر من تحت كده يا دوبك بس مدة 5 دقايق. وبعد كده بقى اتفرجي بقى على الحلاوة وعلى الجمال. بجد بجد تحفة. عجبتني جدا، واتمنى انها تعجبكم. وتكتبوا لي في الكومنتات، لان كنت اصلا بخليني عليه في الكومنتات، ويعني انا زعلانه منكم جامد. مفيش كلمه كده تكبر بخاطري وتشجعني كده. كده بقى بعد ما طلعت من الفرن، شايفين بقى الجمال والروعه. بجد تحفه، كانها صينيه مكرونه بالبشاميل. حاجه بجد جميله وتحفه. قطعي بقى منها وكلي منها لما تشبعي، هتعجبك جدا وهتعجب اولادك. ولو عجبكم الفيديو ما تنسونيش باللايك والشير وسبسكرايب. اشوفكم في فيديو جديد وصفه جديده، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.